أصدقائي طلاب الفرقة التانية عاملين إيه؟ أهلا بكم في سنة سعيدة وجميلة عليكم يا إخواتي في الله. طبعا خلاص خلصنا سنة أولى على خير وكبرنا بقينا في سنة تانية. عندنا سنة تانية السنة دي سنة تقيلة شوية عليك، بس مش تقيلة على دماغك لأن أنت طالب ذكي وبتعرف تذاكر وتعودت خلاص على النظام بتاع الكلية والدنيا معاك تمام. ان شاء الله الترم ده اكون معاكم في ماده واحده وهي ماده رياضه الاستثمار. طبعا كورس الاونلاين بتاعنا السنه دي مختلف جدا عن السنين اللي فاتت، لان السنه دي عندنا محاضره تاسيسيه دلوقتي هنقولها، وفي كل 3 محاضرات بيفتح لك بنك اسئله اسمها تيست بنك. ما بتقدرش تتفرج على المحاضره اللي بعديها غير لما تحل التيست بنك ده. ليه؟ لان انا لازم اظبط التقدير السنه دي، لان هي سنه تبني عليها السنين الجايه معاك. عشان ما نطولش كتير على بعضينا، تعالى النهارده نعرف ايه هي المواد اللي عندي وانا هدرس لك ايه والماده بتتكلم عن ايه. اولا، مواد سنه تانية الترم الاول. هو انا يا دكتور حسن هدرس ايه الترم الاول؟ وايه هي المواد اللي اركز عليها؟ المواد الترم الاول معاك يا صاحبي، رقم واحد هتدرس ماده اسمها التكاليف. رقم اتنين هتدرس مادة اسمها رياضة الاستثمار. رقم 3 هتدرس مادة اسمها التكنولوجيا. رقم 4 هتدرس مادة اسمها التسويق. رقم 5 مادة اسمها الصحة العامة. وكان في مادة 6 لغوها اللي هي ريادة الأعمال. يبقى كم مادة عندي في الترم الأول؟ 5. إيه هما؟ تكاليف، رياضة الاستثمار، تكنولوجيا، تسويق، صحة عامة. طب إيه هي المواد العملي وإيه هي المواد النظري؟ المواد العملي يا صاحبي عندك التكاليف عملي، رياضة الاستثمار عملي، التكنولوجيا جزء بسيط منها عملي والباقي نظري، والتسويق والصحة نظري. يبقى عندي كم مادة نظري؟ كم مادة عملي؟ 2، تكاليف ورياضة الاستثمار. التكنولوجيا جزء صغير عملي والباقي نظري، هي والصحة والتسويق. طب انا اكون متواجد في انهي ماده؟ ان شاء الله اكون متواجد في ماده اسمها رياضه الاستثمار. ماده عملي بحت بالكامل، ما فيهاش اي كلمه نظري. طب لو سمحت، عارف السؤال اللي بيجي في دماغك، لو سمحت هي الماده بتتكلم عن ايه؟ وهل الماده اللي انا كنت مشترك معاك في سنه اولى الاونلاين وكنت بذاكر وجبت تقدير الرياضه السهله بتاعت سنه اولى هي بتاعت سنه ثانيه؟ هرد عليك دلوقتي، اديني فرصه واحده. المادة بتاعت رياضة الاستثمار أو الرياضة المالية، المادة دي هدرس فيها إيه؟ بص يا صاحبي، طبعا هي المادة مختلفة عن بتاعة سنة أولى نهائي. سنة أولى أنت درست معايا محددات، مصفوفات، تكامل، تفاضل، حاجات خاصة بالرياضة بتاعت سنة أولى اللي اسمها الرياضة البحتة الأولى. إنما رياضة الاستثمار هي بتتكلم من كلمتها استثمار، جاي من استثمار يعني إيه؟ يعني فلوس. كلها بتتكلم عن الفلوس. انت شغل دماغك عشان انا قلت كلمه مفيده، فلوس. وطالما قلت كلمه فلوس فاذا هي تحت رياضه الاستثمار. ما خليش حد يضحك عليا وازاي استثمر فلوسي في البنك وايه الفايده بتاعتي. تعال نقول مكونات الماده الاول. الماده بتتكون من كتابين. كتاب الجزء الاول اسمه الفايده البسيطه، وكتاب الجزء الثاني اسمه الفايده المركبه. وفي نهايه الفيديو بتاع التاسيسي هقول لك سؤال واحد وهسيبك في الكومنتات تكتب لي الرد بتاعه تفكر. الفايده البسيطه هدرس فيها كام فصل؟ المنهج كله يا صاحبي عشان بس تبقى فاهم عندي 10 فصول. كام فصل؟ 10 فصول. الفايده البسيطه 5 فصول. الفصل الاول بيتكلم عن حاجه اسمها الفايده والجمله. الفصل الثاني بيتكلم عن حاجة اسمها القيمة الحالية للدفعات. القيمة الحالية للخصم. رقم 3 بنتكلم عن حاجة اسمها تسوية الديون. رقم 4 بنتكلم عن حاجة اسمها الدفعات. رقم 5 بنتكلم عن حاجة اسمها القروض.
يبقى كام فصل في البسيطة؟ 5 فصول هندرسهم مع بعضينا. ايه هما؟ هندرس فايدة والجملة، هندرس قيمة حالية وخصم، هندرس تسوية الديون، هندرس الدفعات، واخيرا هندرس القروض. يعني هدرس 5 فصول معايا. طب حلو، طب الفايدة المركبة ايه هي الفصول بتاعتها؟ هتصدق ولا مش هتصدق؟ هتصدق. الفصول الفايدة المركبة هي اللي هنا، هنشيلهم هنحطهم هنا. ايه يا دكتور ده؟ هو انا فاضي؟ فاضي هدرس الفصل مرتين؟ اه يا حبيبي فاضي. يعني انا هسمع الفصل مرتين؟ اه بس بطرق مختلفة. احنا مرة هندرسه من وجهة نظر الفايدة البسيطة، ومرة هندرسه من وجهة نظر الفايدة المركبة. يعني لو ما احط دولك هنا اهم، يبقى انا عندي كام فصل؟ 10 فصول. مرة هدرس الفايدة والجملة عن طريق الفايدة البسيطة، مرة هدرسها عن طريق الفايدة المركبة. طب أنا عاوز أعرف هي المادة بقى هتكلم عن إيه؟ يعني مثلا هديك نبذة بسيطة عن الفصل الأول. الفصل الأول يعني بيتكلم عن حاجة اسمها الفايدة والجملة. لو أنا شخص، أنا عارفك شخص غني وأنت قاعد في الأجازة، والأجازة عمال شغال شغال وكل شوية بتحوش وأنت تحوشي. لا البنت ما بتحوش خلاص، في بنات ما بتشتغلش، ما تعرفش تخنصر من الفلوس الدروس. الولاد كل شويه يشتغل خلاص بيقبض 4000 جنيه كل شهر. عندنا بيقبض 4000 جنيه، نزلت شغلانه في ال3 شهور الاجازه يا عم الحاج، قال 4 في 3 يعني ب 12000 جنيه يا دكتور. صرفت منهم كام يا حبيبي؟ صرفت 6000 جنيه. طب يبقى معايا كام؟ معايا 6000 جنيه في البيت والله. حلو. يبقى الراجل ده الطالب الدحيح ده الغني جدا معاه كام؟ معاه 6000 جنيه. كل يوم يقوم يشوفهم من النوم، يبص عليهم كده، وانتوا ما زدتوش؟ يبص تاني ما زدتوش. طب انا عاوز اشغلهم. يجي في دماغه يقول لك انا عاوز اشغلهم اجيبهم في ارباح. قام واخد الفلوس دي وراح طالع بيها ايه، حطهم في كيس كده ولفهم وحطهم في جيبه، وخد تاكسي مخصوص عشان محدش يخطفهم منه. طلع راح فين؟ طلع قام رايح على البنك. ادي الشخص اهو معاه 6000 جنيه، قام واخدهم وطالع على مؤسسة كبيرة اسمها البنك، وافتراضا وليكن البنك الأهلي. طلع على البنك الأهلي، دخل على موظف خدمة العملاء، خبط الباب، لو منين سلام عليكم تعالى اتفضل، وخد دور وقعد. طلع الكيس أو الشنطة، فتح، قال له أنا معايا 6000 جنيه عايز أشغلهم بأي طريقة. مع أنا راجل غني معايا 6000 جنيه واشتغلت 3 شهور أجازة وبص دنيا. قال له هات الفلوس دولك هشغلهم لك في البنك. خدت منه كام؟ 6000 جنيه. الواد ده ذكي، قال له لو سمحت هي الفايده اللي شغاله عندك كام في المية؟ قال له 15%. يبقى الفايده بتاعتي كام في المية؟ 15%. طب قال له انت عايز تسيب الفلوس قد ايه يا حبيبي؟ قال له بص بقى، انا الدراسه بتاعتي هترجع في شهر كذا، فاذا انا عاوز اسيبهم من حوالي سنه. قال له مفيش مشكله، انت عاوز تسيبهم لمده سنه. اسال سؤال، مين يقول لي انا هاخد كام في نهايه السنه؟ يعني انت عاوز توضح لي ان الرياضه اللي انا بدرسها تخليني اعرف اتعامل في بنك؟ يا حبيبي، كلها بتدور حوالين البنوك وحوالين الدفعات. يعني انا عاوز اقول لك ان انت هتعرف تحسب الفايده ازاي، تعرف تحسب جمله المبلغ ازاي لو خدت قرض البنك ما يضحكش عليا واعرف احسبه، ازاي لو انا بجيب حاجه قسط ازاي اسدد الدفعات بتاعتي هتعرف تحسبها، ازاي لو انا عليا فلوس قديمه عاوز اعمل لها تسويق ديون احسبها. ده كلها هنحسبهم مع بعضينا. اسال سؤال بقى وانت تجاوبني عليه في الاخر، الفايده بتاعتي تطلع كام؟ ازاي احسب الفايده؟ هسيبك تقولهولي في الكومنتات او تبعتهولي. ازاي احسب الفايده؟ ده محمد مثلا، نعتبر ان الشخص ده محمد. عاوز محمد يعرف الفايده بتاعته نهايه المده قد ايه، والجمله بتاعته اللي هياخدها قد ايه. ده فكر كده وقولهولي. اخر حاجه معايا في الدرس في المحاضره التاسيسيه، وهي الفرق بين الفايده البسيطه والفرق بين الفايده المركبه. ايه الفرق يا دكتور بين الفايده البسيطه
وايه الفرق بين الفايده المركبه يا حبيبي؟ يا دكتور ما هما الدرس هنا هو هنا، هو انت تتعبني ليه؟ مره هدرسهم فايده بسيطه ليه ومره هدرسهم فايده مركبه ليه؟ يا حبيب قلبي انت لو عاوز بتروح البنك بتقول له انا عاوز احط فرق فايده بسيطه او فايده مركبه، بتختلف. اقول لك تختلف ازاي؟ لو انا مثلا حطيت 1000 جنيه والمعدل بتاع الفايده بتاع 10% اللي شغال وسبتهم لمده سنتين، لو انا سبتهم سنتين، السنه الاولى لو الراجل هيحسب لي الفايده فهيحسبها لي عادي. ده المبلغ اللي هيطلع هنا، افترض طلع 500 جنيه، ده اسمه الفايده، باخدها. السنه الثانيه هيطلع لي برده 500 جنيه، باخدها. انا عاوز اوصل لك ان الفايده البسيطه باخد الفايده بتاعتي بس واسيب اصل المبلغ هو اللي يشتغل ال 1000 جنيه. في المركبه البنك ما بيدكش الفايده. انت لو كنت شغال بقى حاطط 1000 جنيه وطلع لي فايده كام؟ 500، دي في السنه الاولى. البنك يقول لي لا ما انتش واخد ال 500 ليه؟ اصل انا حطيتهم على بعض وبقى 1500، فيقوم يديني فايده اعلى مثلا 700 جنيه. المركبه بنركب الفايده على اصل المبلغ، الفايده على اصل المبلغ. انما البسيطه لا، فلوسك محطوطه زي ما هي وخد الفايده اتصرف بيها بره. التوتال اللي انا عاوز اقوله لك في الموضوع ان الماده سهله ولذيذه وهتفيدك في الحياه العمليه بتاعتك، بس ماده ناس كتير بتشكيلها. مش عاوز اخوفك بس بنبهك، بقول لك انت لازم تهتم بيها من اول يوم لاخر يوم. ماده 10 فصول، ان شاء الله الكورس بتاعنا هيكون متواجد مع اول محاضره الفصل الجاي او المحاضره الجايه. انتظروني في اول محاضراتنا في الفايده البسيطه، وهي الفايده والجمله. اول محاضره اونلاين نازله وهي الفايده والجمله، شرح حل في تيست بنك هنحله، وملزمه امتحانات سابقه هتكون متواجده في السنتر من يوم مش عايز احدد يعني، عشان باذن الله شغال عليها. هتبقى حلول امتحانات سابقه، خلص الفصل من هنا تبدا تحل امتحانات سابقه من هنا، خلص من هنا تبدا تحل من هنا. ان شاء الله اشوفكم على خير. ده كده كان ملخص سريع عن المحاضره التاسيسيه بتاعتنا. ان شاء الله اشوفكم في اولى محاضراتنا في فايده والجمله ان شاء الله في كورس الاونلاين. اشوفكم على خير. استاذ حسن اشرف.